ثم تنهد وقال: هتقلي أو تغلي أو تحمر حاجة على النار، خصوصا لو في طاسة صغيرة أو خفيفة، يبقى خلي الطاسة ناحية العيون اللي جوه من البوتاجاز، وبلاش تكون على العيون اللي قدامك على طول، علشان لو الطاسة وقعت أو اتزحزحت ما تكونش انت أول حاجة قدامها، هتلسوعك. بتضيق بنطلون ولا حاجة من هدومك، يبقى سيب الوسع اللي ضيقته في الهدوم وما تقصوش، يمكن جسمك يملى شوية ولا حاجة وتحتاجه. لو عاوزة عجينة البيتزا تكون هشة زي القطن، يبقى حط عليها معلقتين مايونيز. وعود طفلك على ان مش كل طلب يطلبه يبقى مجاب، لانه كده هيتعلم الانانية، وكل حاجة هيشوفها في ايد غيره هيحس انها بتاعته ومن حقه. وقبل ما تقطعي البصل يبقى كل البانة، ساعتها البصل مش هيخليك تدمعي كتير. واللي خصمك وملوش حق انه يزعل، اوعى تبدأ كلام معاه، لانك ساعتها هتهين نفسك، وممكن هو كمان يشوف نفسه عليك، الا طبعا لو كان ابن اصول فده موضوع تاني. وعلى قد ما انت حزين اشغل نفسك علشان تتلهي عن حزنك وجرح قلبك. ومش كل واحد كبير في السن تاخد برأيه وتعمل بيه، ما هو الغشيم برضه بيكبر. وعارف مين أكتر إنسان بيتعب في حياته؟ هو اللي بيعيش مواقف مؤلمة وفي نفس الوقت ذاكرته قوية وما بينساش. اوعى تعيب على حد في مشاكله وفي مشاغله وفي حزنه، في فضحته وفي ذنبه. المعياب بيقعد، من أعاب ابتلي. واحنا مش هنربي الناس، اللي يشتري خاطرك يشتريه، واللي يحب يقابلك قابله، واللي يبعد عنك الله يسهله. وحاول تقنع اللي تحت منك بفكرتك بعقلك وبهدوءك وبالحكمة، علشان يعمل اللي قلته في غيابك وفي وجودك. ولكن اوعى تستخدم الغضب والقسوة في تثبيت فكرتك، لانه هيسمع كلامك ايوه، ولكن مجرد ما يلمس الضعف فيك هيرجع للي كان عليه وبقلب جامد. واللي مش فارق معاه حد وكل همه اكله وشربه وحياته، اعرف انه ما كانش كده، ولكن اتركن كتير وتهمش كتير ومحدش عمل له قيمة واعتبار. ولو حسيت انك محسود او حد عايز يأذيك، اقرأ او اسمع سورة البقرة. السورة دي حاجز بينك وبين اي شر بإذن الله. وعاوز اقولك ان الغضب هو الطعم الاصلي للناس، زي القهوة الخام كده، فاللي يغضب منك وما يعملش معاك حاجة وحشة اديله الامان وانت مطمن، لان خامته حلوة واصله طيب. وممكن يكون غيرك حكيم في كلامه معاك، لان المشكلة مش مشكلته، بس دي فرصة برضه انك تستفيد من حكمته دي. ولو عاوز رأيي، سامح اللي غدر بيك علشان نفسيتك تهدى وبالك يرتاح، لكن اوعى تديله الأمان بعد كده. ممكن تمشي حافي في الشقة ولو دقيقة وتاخد حسنات، ده لو نويت انك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وده لانه عليه الصلاة والسلام كان يحتفي احيانا، يعني كان بيمشي من غير حذاء من وقت للتاني. ولما تيجي تسكن او تختار سكن، ما تسكنش جنب حد قريبك او حبيبك، ولكن زوروا بعض احسن منعا للمشاكل. ده قال وده ما قالش، ده جاب وده ما جابش، ده اتكلم وده ما اتكلمش. تزاوروا ولا تقاربوا. وما تحاولش تسأل نفسك كتير وتستغرب ليه غيرك ما بيفهمكش، لأن اللي انت مشيت فيه 1000 خطوة غيرك ما مشيش فيه خطوة واحدة بس. فلما تحاول تتكلم مع حد، اتكلم مع اللي كبش النار زيك علشان يحس بيك ويقدر موقفك. لو عاوز تعرف شخصية حد، سيبه يتكلم، لأن شخصية كل واحد متدارية في كلامه. الصدق وكلمة الحق ليهم ضريبة ولازم تدفع، فلو حاولت تكون حقاني لازم تدفع الضريبة، وهي إنك مش هيكون لك صحاب ولا حبايب كتير. العلماء قسموا الكبائر ل70 باب، والكبائر هي أعظم الذنوب عند ربنا سبحانه وتعالى، زي الزنا وشرب الخمر وي وي وي. تعرف أول باب فيهم هو إيه؟ اليأس من رحمة الله. فاوعى تيأس من ربنا سبحانه وتعالى، لأن حسن الظن عبادة، وربنا هيفرجها عليك وعن قريب إن شاء الله. سلام عليكم.